الراجل ده كان أقذر أنواع البشر. السلطة مش دليل على استقامة البشر ولا حتى معناها إن سلوكهم على الصراط المستقيم، والدليل الشخصية اللي هحكي لك عنها النهاردة، حمدي قنديل، النسخة الواقعية من فيلم عمارة يعقوبيان. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. هحكي لك القصة الأول من المفروض تعرفه. طاهر شاب في الثلاثينات، متجوز ومعاه طفلين، واحد 4 سنين والتاني 1.5 سنة، لا ليه شغل ولا حتى بيت. عايش هو ومراته والطفلين في بيت كل حد من أهلهم شوية. طبعا لا طاهر ولا مراته بيشتغل، وظروف الحياة بتاعتهم باينة مش محتاجة أشرحها لك. طاهر فضل يدور على شغل لحد ما يئس، وفي يوم وهو بيحكي لأمه قالت له ما تروح لابن عمي اللي في القاهرة، راجل واصل وشغال في منصب حساس في الدولة، أكيد ليه سككه اللي هيعرف يشغلك بيها. ما كدبش طاهر خبر وراح فعلا يقابل ابن عم امه حمدي قنديل، ضابط في منصب حساس جدا جدا، او لحد قبل ما طاهر يروح له، لان الجدع ده اتفصل من شغله بسبب الاشتباه في سلوكه، وهو ما قالش لحد ومحدش ساله لاعتقادهم ان الراجل ده حاجه تقيله في البلد. المهم طاهر حكاله قد ايه هو محتاج شغل، وفعلا قال له ما تشيلش هم حاجه، انا هشغلك. ده مش انت بس، انت ومراتك كمان. واحد بظروف طاهر دي، انت متخيل سعادته وهو بيسمع الكلام ده، وخصوصا انه هيخصص له اوضه في شقته هو ومراته يناموا فيها. خد طاهر مراته وراحوا على شقه حمدي على اساس ان مراته هتساعد الخدم في البيت، وراحوا ولاحظوا اللي مستحيل حد كان يتوقعه، وهو ان الراجل ده بيشرب مخدرات، وكان بيدي طاهر الحشيش يخلطه له مع الشيشه، ومراته تكمل بجزء منه على كوبايه الشاي بتاعته. قال لك بس ده راجل من الاعيان واكيد يعني هيكون صاحب مزاج، لحد ما يتفاجئوا بضيوف الرجاله ووراهم على طول يوصلوا الستات، ولحد كده مفيش مشكله. فيأذن حمدي لضيوفه انهم يدخلوا الاوض مع بعض. اوض ايه ومين دول بالظبط؟ زي ما جه في بالك، الباشا فاتح شقته لزوم كيف صحابه، نجاسه او مخدرات كله شغال. والليله دي كانت ليله الصدمات، كل صدمه فيهم اصعب من التانيه، لان الباشا طلب من طاهر اللي ما كانش يتخيله. حمدي كان عنده ميول شاذه، وطلب من طاهر اللي رفضه تماما في الاول، بس بسبب التهديد انه هينهيه ويسجنه هو ومراته. وهنا بدأ بتأديب طاهر علشان رفض في الأول، وأمر إن مراته تشارك معاهم في المهزلة دي، واستمر الوضع على كده لمدة. الضيوف بتيجي وعمايله هي اللي تقرف، حتى إنه شغل طاهر إنه يروح يجيب له الكيف بتاعه من منطقة الكتكات. وهو راجع في يوم لقى مراته حمدي معتدي عليها، راح خدها ورجع بيها على بلدهم. مفيش ساعة زمن وكان حمدي قدام الباب بيهددهم، وقصاد التهديدات دي رجعوا معاه. محاولات الهروب دي حصلت أكتر من مرة. ده طاهر في واحدة من المرات دي حاول يوفر راجل تاني مكانه، بس المرة دي كان شاب يدوب عمره 18 سنة. بس كل ده ما كانش كفاية عشان يمشي، لحد ما جه في مرة من كتر قرف حمدي طلب من طاهر انه يتنازل ليه عن ابنه اللي عنده 1.5 سنة. وفي الحتة دي تحديدا كان بدأ طاهر يتحول تماما، وخصوصا من وقت الراجل المنحرف ده. في مرة من المرات طلب من طاهر انه يسيب ابنه الصغير معاهم في الأوضة ويشوف كل اللي بيحصل ما بينه وبين أبوه في الأوضة. المهم حكاية التنازل عن الطفل دي كانت نقطة فارقة جدا في الموضوع. طاهر خدهم وهرب بيهم، بس كالعادة وصل لهم تاني، بس المرة دي ما هددهمش، قال له انه هيسيبهم يرجعوا معاه لمدة ليلة واحدة ويعتبروا الليلة دي الليلة الأخيرة. من كتر الضغط بتاع حمدي وافق طاهر، وكان متأكد ان دي ما كانتش هتكون آخر مرة، وحط في دماغه ان لازم ينتقم منه. وراح وهو مقرر ان كده خلاص، وراح نفذ الجريمة اللي كانت في شهر اكتوبر سنة 1998. يجي بلاغ من سكان العمارة ان في ريحة صعبة جدا جاية من الشقة الفلانية، وفعلا توصل الشرطة ويلاقوه مربوط بسلك كهرباء ومتعرض لعدد كبير جدا من الصواعق الكهربائية. ده غير ان جسمه كان فيه كمية كبيرة جدا من المخدرات، والمخدر ده اللي كانت حاطله في الشاي عشان تتنفذ الجريمة. ومش بس كده، راسه كانت مفصولة عن جسمه، وده كان انتقام طاهر لنفسه ولمراته. هربوا بس الشرطة عرفت تقبض عليهم وخدوا حكم بالإعدام. المهم في القصة دي، هل انت شايف طاهر ومراته ضحية الراجل ده ولا انهم مذنبين زيه بالظبط وهو اللي ضحيته مش هم؟ شاركني رأيك لو كنت على الفيسبوك، وما تنساش تتأكد انك عامل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب تتأكد انك عامل سبسكرايب. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.